الفل على عيونكم وساق الجميل. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض أحلى حاجة في الحلويات الشرقية. هنعمل مع بعض الجلاش الحلو القمر ده أو وجبات الجلاش. طريقة سهلة وبسيطة، شايفين شكلها حلو ازاي، وهنزينها بالفستق الكداب. شكلها قمر قوي، تقدري تقدميها في أي عزومات، في رمضان، في غير رمضان، فطار، عشاء، حاجة كده سهلة وسريعة. نفسك في حاجة حلوة، هتجيبي لفة جلاش وتعالي ورايا على المطبخ، هنعمل أحلى ورقة جلاش زي ما انتم شايفين كده، أو أحلى جلاش حلو. انت لسه لحد دلوقتي بتتابعيني وبتدهني الجلاش ورقة ورقة، تعالي وانا اقولك على اسهل طريقة تعملي بيها الجلاش. مش هتقعدي تدهني بقى ورقة ورقة، وهتخشي المطبخ تعملي الجلاش دي، الصينية دي، في 5 دقايق بكل سهولة. اول حاجة هنجهزها مع بعض الشربات بتاعنا. شربات الجلاش او الزلابية او بلح الشام بيحتاج، او الكنافة بيحتاج شربات تقيل. الشربات اللي احنا هنعمله ده شربات تقيل، تقدروا تستخدموه في اي نوع حلويات من اللي انا قلتهم دلوقتي. معايا هنا كوبايتين من السكر، كوباية من المية. المقدار ده هيكفي لفة من الجلاش حوالي نص كيلو. لو بتعملوا كنافة هيكفي النص كيلو من الكنافة. ونفس الحكاية برضو في بلح الشام وفي الزلابية. كل ما تزودي كمية هتضاعفي المقدار. اول حاجه انا حطيتهم على البارد خالص، وبعد كده السكر على الميه، وبعد كده حطيته على نار عاليه. هنستنى لحد ما يبدا يغلي معانا. اكون بقى في الوقت ده مجهزه حاجه من الاتنين: يا عصير نص ليمونه، يا ربع معلقه صغيره من ملح الليمون. المتوفر عندك حطيه. لو انت بتقلقي ان الشربات ما يظبطش معاكي او يسكر معاكي بسهوله، يبقى استخدمي ملح الليمون على طول. لو انت بقى حابة تستخدمي حاجة من الحاجات المتوفرة عندنا في البيت، طبعا كل بيت بيبقى متوفر ليمونة أو نص ليمونة، هتستخدمي نص ليمونة بالظبط على المقدار اللي احنا عاملينه. عصرت نص الليمونة دي وبدأ يغلي الشربات معايا على نار عالية. هبدأ أوطي النار وأسيبه ياخد ويدي مع بعضه. الشربات بالظبط بيستوي في ربع ساعة. أول ما يعدي ربع ساعة دي هبدأ أطفي النار وأحط ربع معلقة صغيرة من الفانيليا البودر. حابة تستخدمي الفانيليا السايلة مفيش أي مشكلة خالص، هتحطي شوية صغيرين أو معلقة صغيرة من الفانيليا، أو زي ما انتي بتحبي طعم الفانيليا. ممكن تحطوا منكهات ايه، ممكن تحطي عود قرفة، عود قرنفل، بشر برتقال، القشر بتاع الليمون. اي حاجة من دول تدي منكه حلوة قوي، او قرفة حتى اللي هي العيدان، تدي نكهة حلوة قوي للشربات بتاعنا. شايفين انا طفيت على الشربات بتاعنا، لونه حلو وذهبي. عايزه اقول لكم هو بيبقى خفيف شويه، اول ما تصفي النار وتسيبيه يبرد بيبدا يتقل معانا. الحركه اللي انا بعملها على المعلقه دي اللي هي الخط دي، لو عملتيها بصبع ايدك وما جمعش على بعضه، يبقى انا كده الشربات بتاعي جاهز. نفس الحركه دي تقدري تعمليها كمان في المربى، تعرفي منها ان المربى كده عقدت معانا. انا صبيت الشربات وهسيبه يبرد تماما. بنجهز احنا الشربات الاول ليه؟ علشان احنا محتاجين نستخدمه بارد. عبال بقى ما نجهز احنا الوصفة بتاعتنا يكون الشربات بتاعنا برد وبقى حلو جدا. نبدأ بقى نجهز لفة الجلاش بتاعنا. معايا لفة الجلاش دي نص كيلو زي ما انتم شايفين كده، وهي مبرومة وملفوفة زي ما هي هستخدمها. تقدري بقى تعملي بقى ايه المقاييس بتاعتك زي ما انت عايزة. الوربات بتاعت الجلاش او الجلاش الحلو اللي انا عاملاه مثلثات النهارده، كلنا عارفين ان المثلث ده بيبقى عبارة عن مربع ونتنيه على اتنين يبقى مثلث. يبقى احنا محتاجين المربع ده متساوي الاضلاع، يعني 8 سنتي في 8 سنتي، 6 سنتي في 6 سنتي، 7 سنتي في 7 سنتي، زي ما تحبي تعملي مقاسه. انا النهاردة عاملاه 8 في 8، وهبدأ اقطعه زي ما انتم شايفين. اللي بيتبقى من الجلاش ده ما بنرميهوش يا جماعة، احنا ما بنرميش حاجة خالص، هنحوشه على جنب في كيسة، ونفضل نحطهم على بعض الحتت بتاعة الجلاش دي، ونعمل بيها احلى طاجن ام علي هيطلع خطير. زي ما انتم شايفين كده، انا بعد ما قطعت الجلاش بتاعنا بالطول، قطعته 3 حتت، هبدأ بقى افتحه وافرده وابدأ اقطعه بالعرض زي ما اتفقنا مع بعض، 8 سنتي في 8 سنتي. اظن مفيش ابسط من كده. ولا هقولك تدهني ورق ولا تعملي اي حاجة، لفة الجلاش زي ما هي بعدد الورق بتاعها زي ما هو. هو حوالي بيبقى عدد ورق الجلاش من 10 ل 12 ورقة على بعض. هنسيبهم زي ما هما، زي ما انت شايفة كده انا بقطعها، ده شكل المربع بتاعي. هقطع لك واحدة كمان عشان اوريكي.
بكل هدوء وبكل سلاسة. مفيش اسهل من كده. عايزة اقولك انا بطيئة بس عشان اوريكم ايه الطريقة بتتعمل ازاي. انتي بقى في المطبخ هتبقي اسرع مني بكتير. هنقسمها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بقى نبدأ نتنيها على 2 او على شكل مثلث او بشكل كده ظرف زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. طريقة بسيطة، ما في اسهل من كده. شايفين؟ تنتها كده وانتهى الموضوع على ذلك. يعني ما فيش ابسط ولا اسهل من كده. عايزه اقول لكم قصه حلوه قوي بمناسبه الجلاش الحلو. انا دايما كنت بحب وانا صغيره اخش المطبخ، وانا عشقي للمطبخ ان انا اخش اعمل حلويات. معرفش ليه بس انا كنت بحب اعمل الحلويات مش اكل الحلويات. يعني في ناس بتحب تعمل حلويات وتاكلها، انا بقى من الناس اللي كانت بتحب تطبخ الحلويات او تعمل الحلويات بس عادي. يعني مش من الناس اللي بتاكل الحلويات كتير، او اصلا مش ماليش تقل على الحلويات. المهم بقى، انا وانا صغيره كده في اعدادي كان بيهف عليا اخش اعمل بقى اصناف حلويات وكده. ماما بقى كان عندها، ما كانش فيه على ايامنا بقى الفيسبوك بقى والتطور اللي احنا فيه ده، وافتح جوجل ويطلع الوصفه اللي انت عايزها. كان في بقى كتاب عند ماما كده، مش عارفه الكتاب ده تقريبا كتاب اثري، يعني ممكن تلاقيه في اي بيت عادي كده اصيل مصري اصيل. كان كتاب لواحده اسمها عديله. في كتابين، كتاب للحلويات وكتاب للحوادق والحاجات اللي هي زي المحشي والطبايخ والكلام من ده. انا طبعا كنت بخش على كتاب الحلويات، مش هقول لكم بقى ان انا كنت بخش اطبخ، لا انا بخش على كتاب الحلويات ده، افتح الكتاب بتاع الحلويات ده واي وصفه تعجبني. طبعا هي بتبقى كاتبه المقادير بالظبط والطريقه، ووصفاتها ما شاء الله ما كانتش بتجلي يا جماعه. مفيش بقى تجربي كده والوصفه تظبط معاكي او ما تظبطش معاكي، لا انت لو مشيتي على الخطوات بتاعه الكتاب هتظبط معاكي وش. طبعا امي زي اي ست بيت مصريه ما بتحبش بقى حد يخش المطبخ بتاعها ويكركب في حاجتها. طبعا عارفه ان انا هخش وهعمل فوضى في المكان وهبهدل البوتاجاز وهعمل مواعين وهبهدل المكان. فطبعا ما كانتش بتشجعني اطلاقا على دخول المطبخ، ما كانتش بتحب اصلا فكره ان انا اخش المطبخ. بابا بقى الله يرحمه، ربنا يخليه يا رب، كان دايما يتحايل على ماما يقولها خليها تخش المطبخ، خليها تجرب. ايه المشكله انها تجرب وتفشل؟ ايه المشكله ان هي الوصفه تبوظ منها؟ ما فيش اي مشكله خالص، امال هتتعلم ازاي؟ وكان دايما بيشجعنا على اننا نخش ونجرب. وطبعا ربنا كان يخليهولي يا رب، كان بيحب يدخلنا المطبخ ويقول لنا هجرب وهدوق الاكل اللي انتوا بتعملوه. فكان بيديني طاقه ايجابيه وحماس من قبل ما اخش المطبخ. فكنت بقى بخش بقى واعك زي ما انا عايزه بقى، واعمل وصفات. والله كان ربنا بيسترها معايا. يعني هو كام وصفه كده اللي كانت ما بتظبطش معايا، بس احب اقول لكم ان اول مره عملت فيها الجلاش كان طريقة الجلاش بسيطة جدا. عملت الجلاش المبروم، ما كانش فيها اي افتكاسات خالص. المشكلة بقى ما كانتش في الجلاش، عارف ان المشكلة كانت فين؟ كانت في الشربات. حبيت اعمل الشربات، وطبعا ما كنتش اعرف ان الشربات زي ما قلت لكم كده، الملاحظات اللي قلتها لكم في اول الفيديو، الشربات بياخد ربع ساعه على النار. بنعلي النار في الاول وبعد كده نهدي النار. بنعصر عصير نص ليمونه اول ما يبدا يغلي. اول ما نطفي النار نحط فانيليا. انا سبت بقى الشربات حوالي نص ساعه على النار. عايزه اقول لكم ان هو الشربات بعد ما بيعدي نص ساعه طبعا بيتحول لحاجه تانية كده، كلنا عارفينها. ما بيبقاش لطيف جدا. فاول ما بتيجي تحطيه على اي حلويات بيمسك كده وبيبقى جامد خالص، بيبقى عامل زي حلويات المولد. فلما بتيجي تاكلي الحاجه بتبقى ناشفه ومجلده، وما بتبقاش حلوه خالص. وطبعا المشكله التانية للشربات ان هو بيسكر. الشربات ما يسكرش معاكي ابدا غير لو انتي قلبتيه على النار، او عصرتي الليمونه متاخر، او عصرتي ليمون قليل زي ما انتم شايفين كده. انا هنا برص الوربات بتاعت الجلاش بتاعتي، مش دهنه الصينيه باي حاجه خالص لان احنا هنحط السمنه بتاعتنا دلوقتي. بس بقى فعملت بقى الجلاش بتاعي زي ما قلت لكم كده وانا صغيره، وصبيت عليه الشربات اللي مسك بقى وكان جامد جدا. وهم جم ياكلوه في بقهم، طبعا كان بيمسك في السنان وكان عامل شبه النوجه كده. بس بابا حب يكبر بخاطري وقال لي تسلم ايدك والمره الجايه تبقى احسن. طبعا ماما قعدت تقول له شفت قلت لك ان هي هتخش تعك، بس ربنا يخليها لي برضو. هي كانت قلبها عليا، يعني ما كانتش بتحبني وانا محبطه. وطبعا كانت زمان بتقلق على الخامات. دلوقتي كل ام بقى تقلق على الخامات، بدل ما كانت بتقلق مره تقلق 20 لان الحاجه بقت غاليه جدا. بس انا بعد القصة دي أحب أقول لكم إن الموضوع ده اداني حافز جامد جدا في المطبخ، وخلاني دلوقتي بقيت أخش المطبخ بكل حماس.
وما بقاش بيفرق معايا ان انا اجرب وصفة او اتنين، مش مهم تبوظ مني، يكفيني شرف التجربة ويكفيني ان انا حاولت اعمل صنف حلو. انا كنت بحب اعمل حلويات ليا ولاخواتي والبابا والماما. النفس اللي انت تبقي داخله بيه المطبخ وانت داخله بحب بيفرق معاكي جدا في الوصفه. حتى لو هي ما طلعتش حلوه بيوصل للناس اللي حواليكي قد ايه حبك ليهم وقد ايه انت بتعملي الحاجه بحب. فساعدوا اولادكم ان هم يخشوا المطبخ ويعملوا الحاجه بحب، ومره عن مره هيعملوها احسن بكتير. طبعا عايزاكم تبعتوا لي كل تطبيقاتكم وتقولوا لي رايكم في الطريقه دي. طبعا طريقه الجلاش ما فيش اسهل من كده، هتعملوها وعلى ضمانتي. انا هعمله النهارده ساده، صبيت عليه معلقه كوبايه من السمنه زي ما انتم شايفين كده، شربها هوا، ولا هقعد اورق ولا اي حاجه. هدخله الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي قبل الاخير. ممكن لو الفرن بتاعك واطي شويه تشغلي الشوايه 5 دقايق في الاخر. انا مشغلتش الشوايه، انا مشغله عليه من تحت، وقعد حوالي من تلت ساعه لنص ساعه لحد ما اخد اللون الذهبي القمر اللي انتم شايفينه ده. اول ما بيطلع وهو سخن بسقيه بالشربات البارد. طبعا في الخطوه اللي احنا فيها دي لو بتحبي الجلاش بتاعك يبقى مقرمش، يبقى اول ما يطلع وهو سخن كده هتسقيه بالشربات البارد وتسيبيه مع الهواء يشرب الشربات ويبرد تماما. لو انت عايزاه يبقى طري شويه صغيرين، بعد ما تسقيه بالشربات وتصفيه هتغطيه بفوطه وتسيبيه يبرد تماما، هتلاقيه بقى جوسي كده وطري شويه صغيرين. انا بحبه مقرمش الصراحه فانا ما غطيتهوش، وبحب الشكل بتاعه واللون والقرمشه الجميله دي. هستنى لحد ما يشرب الشربات كله، لو اتبقى شربات بزياده ممكن تصفيه. في نفس الوقت برضو السمنة لو انت مدخلة الجلاش الفرن والسمنة زادت منك، برضو بعد ما تطلعيه ممكن تصفيه على طول بس مباشرة أول ما بيطلع. شايفين اللون الذهبي القمر من تحت ومن فوق وشارب الشربات حلوة قوي، وشكله الورق ورق معانا وجميل جدا. هستنى اراكم تعليقاتكم، اعملوا الوصفه دي وجربوها وعلى ضمانتي. زينوها طبعا بالفستق والكداب بيطلع شكلها حلو قوي. لو حابين تحشوها بعد السوا ممكن تفتحوها من النص وتحطوا فيها مكسرات، وممكن اصلا قبل السوا تحطوا فيها مكسرات. دي كانت وصفه النهارده الجلاش الحلو الساده. هنعمله عملناها شكل مثلثات او وربات الجلاش. يا رب الوصفه تكون عجبكم، متنسونيش في اللايك القمر، وهستنى اراكم وتعليقاتكم، واحكوا لي قصصكم مع الجلاش تحت في الكومنتات. شكرا لكم على المشاهدة، وانتظروني في وصفات أخرى. باي باي.